السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير جدا، مفتقداكم جدا. بس ان شاء الله جاي لكم النهارده بخبر حلو جدا وهيفرحكم ان شاء الله. بس قبل اي حاجه زي ما اتعودنا كل مره، متنساش تعمل لايك شير سبسكرايب القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش تنزل تحت تكتب كومنت لطيف شبهك كده ان شاء الله، وقولوا لي دخلتم ايه وعملتوا ايه، والتنسيق كنتوا مرحله اولى ولا مرحله تانية. عرفوني كل حاجه وان شاء الله هنعمل جروبات للجامعه زي تالتة ثانوي ان شاء الله، مش هسيبكم باذن الله. يلا نبدأ نشوف انا جايه اقول لكم ايه النهارده وايه الخبر اللي هيفرحكم باذن الله. جايه النهارده اتكلم معاك عن توقعات تنسيق المرحله الثانيه. الحمد لله اتكلمنا عن المرحله الاولى وكانت من مصدر موثوق جدا، وهنتكلم النهارده عن المرحله الثانيه وان شاء الله هتكون زيها زي ما اتكلمنا في المرحله الاولى وطلعت نفس النسب تقريبا. ان شاء الله هتكون المرحله الثانيه زيها باذن الله. طب تمام، ايه توقعاتك بقى لبدايه المرحله الثانيه؟ هتبدا من كام، سواء علم علوم او علم رياضه او ادبي؟ بصي يا سيدي، علم علوم الفرق ما بينهم او المجاميع بنسبة عامة من 61 لوقت ما اخدهم 87 او 88 كتير جدا. فهم ان شاء الله هيقفوا في علم علوم عند 61. طب علم رياضة هيبقى عند 61 بإذن الله. طب الأدبي هيبقى عند 63. مش هيقدروا يقللوا عن كده لأن المجاميع عالية جدا في الحبة دول، فعلشان كده يقدر يبقى فيه مرحلة تالتة بإذن الله. طب تمام، هنقف لحد هنا؟ لا. هل انا معايا كليات كتيرة جدا مرحلة تانية كطالب علم علوم او علم رياضة او ادبي يعني اقدر ادخلها او مجموع يقدر يجيبها؟ معاك كليات حلوة جدا وكنز حرفيا في المرحلة التانية. كل الكليات اللي موجودة حلوة، يعني انا لو فقدت الامل بسبب نتيجة ثانوية عامة وبسبب المجموع هقدر ان انا ادخل حاجة كويسة في المرحلة التانية. تقدر تدخل حاجة حلوة لان الكليات اللي باقية العلم علوم او علم رياضة او ادبي حلوة، وهتقدر تلاقي منها بعد كده سوق عمل كويس، وهتقدر تلاقي بعد كده وظيفة كويسة وحياة مهنية كويسة. فده اللي انت محتاجه الفترة الجاية. طب ايه بقى التوقعات بتاعت التنسيق وكل كلية بتاخد من كام، وهل فعلا في كليات فيهم حلوة وهقدر ادخلها ولا لا؟ والتنسيق المتداول دلوقتي على الفيس او في اماكن كتيرة جدا، هل هو صح ولا هل هو غلط؟ تعالى نرد عن كل سؤال واحدة واحدة. طبعا كالعادة معانا الكشكول بتاعنا اللي احنا بنكتب فيه كل الاسرار بتاعت اللي بتيجي من مصدر موثوق. يلا نشوف هنعمل ايه في الكليات اللي موجودة لعلم علوم وعلم رياضة وادبي. قبل ما نقول تنسيق كل كلية كام، معانا لعلم علوم بيطري وحاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي وتمريض وعلوم وتجارة وصناعة والكليات الأدبية كلها، يعني أي كلية أدبي تقدر تدخلها. طب حلو، الكليات كلها حلوة. ده انت معاك زراعة حلوة، معاك تمريض حلوة جدا سواء معهد أو كلية، معاك ذكاء اصطناعي، ده روعة 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 بجد. عارفة ان فلوسها غالية شوية، ممكن توصل ل10,000، بس ايا كنت اللي هتدفعه خلال الدراسة فيها والله هتجيبه من اول شغل بجد. يعني انا صاحبتي موجودة فيه حرفيا روعة بجد، اي طالب عام يقدر يدخله بكل سهولة. المجموع بتاعه قليل من 51 او 52 تقريبا، بس اي حد يقدر يدخله. هتقولي لا هيحتاج فلوس كتير مني، على فكرة اي كلية اصلا دلوقتي، يعني انا في كليتي بدفع حوالي 3000 للدراسة، فبالنسبة لك حاجة حلوة. يعني هو المبلغ قليل كتير شوية، بس مش احسن ما تروح تدفع 30,000 و40,000 في كلية زي هندسة وطب. بس في الذكاء الاصطناعي هتطلع منه حاجة حلوة واحسن من هندسة وطب، ومطلوب جدا الفترة الجاية. يعني ده المجال اللي مطلوب في سوق العمل الفترة الجاية بجد. طب تمام، تعالى نشوف بقى الكليات المتاحة لعلم رياضة. عندك كليات اللي موجودة لسه في المرحلة التانية لعلم رياضة، عندك هندسة، عندك حاسبات ومعلومات، عندك ذكاء اصطناعي برضو، عندك تخطيط عمراني، عندك زراعة، عندك علوم رياضة، عندك كل الكليات بجد. الادبي موجودة برضو. طب تعالى نروح للادبي بعدها، عندك تجارة، اداب، حقوق، كل الكليات متوفرة. مرحلة تانية مفيش اي مشكلة. طب تمام، انا كده الفرصة بتاعتي لحد دلوقتي حلوة، فرصتك في المرحلة التانية روعة. كل الكليات اللي باقيه كويس 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 قوي ان هم ما رفعوهمش مرحله اولى. معنى كده ان هم يحتاجوا فيهم عدد، لان الكليات اللي بتترفع مرحله اولى بيبقوا محتاجين فيهم عدد قليل جدا، لكن المرحله الثانيه بيكونوا محتاجين عدد شويه.
طب انا ادخل ايه او ترشحي لي ايه، سواء كنت علم رياضه او علم علوم او ادبي؟ لو كنت علم علوم خليك حاسبات ومعلومات، لان بعد كده هتبقى مهندس. هبقى مهندس من علم علوم، تبقى مهندس من علم علوم، لان خلاص صدر قرار رسمي ان انت تشتغل لقب مهندس لو دخلت حاسبات ومعلومات. تمريض عندك كمان علوم، وعندك كمان كل الكليات الادبي متاحه. اداب حلوه قوي، لو انت تقدر تدخلها هتطلع منها دكتور تخاطب او دكتور نفسي زي ما اتكلمنا، وارجع شوف الفيديو بتاع اداب. عندك كمان تربيه، تقدر تطلع منها مدرس، وده لو مطلوب الفتره الجايه لان في مدارس كتيره جدا اتبنت. عندك كل الكليات المتبقية لعلم رياضة زيها زي علم علوم، فهي يعتبر مفيش غير هندسة والتخطيط العمراني بس هو اللي زيادة، وكل الكليات حلوة. عندك الأدبي كل الكليات المتوفرة ليهم حلوة بجد. فرصة المرحلة التانية السنة دي بالذات حلوة، وإن شاء الله التنسيق هيكون قليل جدا. طب ايه التوقعات بقى للمرحلة التانية لكل كلية والتنسيق؟ تعال نشوف الأول علم علوم. عندك طب بيطري إن شاء الله 352، عندك حاسبات ومعلومات 353، عندك تمريض 327، عندك فني تمريض 250، عندك زراعة 275، عندك تجارة 270، عندك آداب 236، عندك تربية 265. طب تعالوا نشوف كده علم رياضة. عندك هندسة 343، عندك حاسبات 326، عندك تخطيط عمراني في القاهرة ده 340، عندك علوم رياضة 290، عندك زراعة 262، عندك إعلام 263، عندك تجارة 270، عندك آداب 236. ده كل كليات بتاعت علوم، سوري، كل الكليات بتاعت علم رياضة. طب تعالوا نشوف الكليات بتاعت أدبي. عندك كليات أدبي تجارة 261، حقوق 252، آداب 257، دار علوم 253، تربية طفولة 261، تربية أساسي 260. طب تمام، هل ده أعلى نتيجة ليهم؟ لأ، ده الحد الأدنى جدا منهم، وإن شاء الله ياخدوا أقل من كده أو هو كده بالظبط، يعني يعتبر ده أقل حاجة أصلا فيهم. والتنسيق اللي نزل دلوقتي لسه مش معتمد رسميا، نستنى تنسيق جديد، بس الكلام ده وصل لي من مصدر موثوق جدا من داخل الوزارة، فهو ان شاء الله الكلام ده هيكون صح باذن الله. كل الاخبار اللي وصلت لي لحد دلوقتي من الشخص ده او من المصدر ده من الوزاره، واي اخبار جديده ان شاء الله هطلع اقول لكم عليها. واي حد محتاج اي حاجه او اي كليه اكتب لي تحت في الكومنتات برضو، وعرفوا اصحابكم ان شاء الله المرحله الثانيه هتبدا من 61 او 62 في الحدود دي، يعني يعتبر المعظم من 60 ل 80، قليل قوي من 50 ل 60. وان شاء الله اقول لكم ايه المعاهد او ايه الكليات الحلوه من 50 ل 60. بس تابعوني واكتبوا لي تحت انت مجموعك كام ومحتاج كليه، يعني ايه اللي محتاجه، محتاج يكون سوق العمل بتاعك كويس، اللقب بتاعك هيكون ايه، هل هتشتغل فين، ايه الاماكن. عرفوني كل حاجه تحت في الكومنتات وانا هرد على كل اسئلتكم ان شاء الله. وما تنساش اللايك، لسه شايفاك لحد دلوقتي ما عملتش اللايك، يلا بسرعة اعمل شير لكل اصحابك، وانت تحت اكتب كومنت لطيف شبهك. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.